السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة إزاي أفهم مع مستر حسام جمعة. أنا عامل الفيديو دوت لسببين. السبب الأولاني إن أنا حابب أعرفكم بنفسي وبتمنى من الله القبول وإن أنا أكون خفيف على حضراتكم. أنا حسام جمعة، حاصل على ليسانس آداب قسم اللغة العربية وحاصل على دبلومة في التربية بتقدير جيد جدا، وأعمل معلم للغة العربية منذ عام 2013 حتى وقتنا هذا، وبإذن الله مستمر طول ما ربنا مدينا عمر إن شاء الله. السبب الثاني وهو عبارة عن مشكلة، وأنا بصراحة المشكلة دي يعني بتأزمني، بتحزني، بتخليني مش مبسوط، وكتير من أولياء الأمور بيشتكوا منها. إيه المشكلة دي؟ هي مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى الأطفال. طيب، أنا قررت بفضل الله تعالى وبمشيئة الله إن بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة، إن شاء الله بعد العيد أنا هعمل رحلة. حضرتك يا مستر رحلة إيه؟ إيه علاقة ضعف القراءة والكتابة بالرحلات؟ لا يا فندم، حضرتك أنا هعمل رحلة إلى كوكب التأسيس، والرحلة دي إن شاء الله هتكون من الصفر. لا، مش بس من الصفر، ده كمان من تحت الصفر. طب ممكن يا مستر نسألك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو الرحلة دي مناسبة لجميع الأطفال؟ مناسبة لجميع الأطفال، وهقول لحضرتك كمان على حاجة مناسبة جدا لولي الأمر اللي مهتم بتعليم أبنائه. طيب، لها سن معين؟ لا. يعني مثلا حضرتك لو ابن حضرتك او بنت حضرتك داخلين كيجي، هتبدا معايا من تحت الصفر، من كيفيه رسم حروف اللغه العربيه. طيب دلوقتي انا ابني عنده 8 سنين وضعيف في القراءه والكتابه، عنده 10 سنين وضعيف في القراءه والكتابه. انصح حضرتك بايه بقى؟ ان مش تبدا معايا من الصفر، لا. امال اعمل ايه يا مستر؟ حضرتك أول خطوة لازم تحدد مشكلة ابنك. لازم الأول أحط إيدي على مشكلة ابني. طب أعمل الكلام ده إزاي؟ عن طريق اختبار بسيط جدا، بكتب له مجموعة من الحروف وأسأله على اسم كل حرف. لقيته عارف أسماء الحروف، بدخل على طول على الحركات القصيرة، أديله حروف بحركة الفتح أو الضم أو الكسر، قرأهم تمام جميل مفيش مشكلة. أديله بعض الكلمات القصيرة اللي هي مكونة من 3 أحرف، قرأها تمام مفيش أي مشكلة في الحركات القصيرة. بدخل على الحركات الطويلة وهي المدود. طيب، لقيت ابني كويس في المد بالألف، بس لقيت عنده مشكلة في المد بالواو، يبقى أنا هبدأ الرحلة من عند محطة المد بالواو. طيب، أنا لقيت ابني كويس في المدود بس عنده مشكلة في السكون، يبقى أنا هبدأ رحلتي من محطة السكون لغاية ما أتقن المحطة اللي ابني ضعيف فيها، وبإذن الله أبدأ مع كل فترة إن أنا أعرف إيه المشكلة وأحط إيدي عليها. إن شاء الله في نهاية الكورس أو الرحلة بتاعتنا هيكون ابنك بإذن الله أو بنتك حاله اتغير إن شاء الله إلى الأفضل في القراءة والكتابة. طب يا مستر، هو حضرتك بتتكلم بس عن رحلة إلى كوكب التأسيس فقط؟ طب النحو ده مش موجود معانا؟ لا، إن شاء الله في كورسات للنحو برضو من الصفر بإذن الله تعالى، وخاصة عايزين نعالج مشكلة بتقابل أبنائنا وبناتنا، وهي مشكلة الإعراب. بإذن الله ربنا يجعلني سبب إن أنا أقدر إن أنا أحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة، وأحل مشكلة النحو وخاصة مشكلة الإعراب. وكل اللي أنا بطلبه من حضراتكم هو الدعم بالاشتراك في القناة، وتعمل لايك للفيديو، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لحضرتك إن شاء الله كل فيديوهاتنا وكل محطاتنا، سواء كان في رحلتنا إلى كوكب التأسيس أو في كورس النحو. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.